السلام عليكم، شلونكم بناتي؟ ان شاء الله كلكم تكونون بألف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وعلى محمد. طبعا بنات عندي موديل اليوم اللي يجنن، موديل جديد، موديل ابد ما مخيطته بالقناة وما شايفته بالقنوات. موديل اشقد ما هو سهل هو حلو ومرتب. الموديل كسرات من جهة واحدة، شوفوا حبايبي. طبعا أول مرة أعرضه بالقناة. حبايبي جهة واحدة الكسرات، وهذا واحدة من دشاديش متابعتنا من أهل الأنبار. حبيت أشوفكم طريقة فصاله وطريقة خياطة، إن شاء الله يعجبكم وتستفادون من عنده. وحسيته راح يطلع كلش حلو إذا أخلي له هذا السوتاج اللي ألوانه قريبة على الألوان مالت الطوبات. القماش إيطالي، طبعا أنا جبته إليه و3 مترات، لازم 3 مترات. هذا الموديل أبد ما يصير 2.5 متر، لازم 3 مترات. وهسه بالشرح أشوفكم ليش ما يصير 2.5 متر. هنا طبعا هاي الردن الباف همين راح أشرحها لكم. خليت بيها لاستيك وخليت لها من نفس الدانتيل اللي خليناه بالدشداشة، حتى يطي جمالية أكثر وترتيب أكثر. والدانتيل حاولت بين ألقى الألوان الموجودة بالطوبات، يعني الطوبات تقريبا نفس الألوان اللي بالدانتيل. طبعا بنات هذا الدانتيل موجود عندي 18 متر ب6000. مثل ما قلت لكم القماش كشمير إيطالي، النوعية الزينة، وما يصير 2.5 متر أبد، لازم 3 مترات. وأشسه أشرح لكم الطريقة. وهاي الردنة الثانية. وحبايب قلبي بيني وبينكم أنا كلش عجبني، احتمال راح أخيط لي واحد نفسه، لأن أنا أبد ما أجيب 2.5 متر إلي. هنا شوفوا حبايبي، هذا شكله من بعيد حتى يكون واضح عندكم، واللي عاجبها تقدر تخيطه لأن فصاله كل سهل. طبعا فصال وخياط كلش سهل. هسه نروح الميز الفصال حتى نبدي نفصل. بالبداية حبايب قلبي عندنا 3 مترات، راح نعزل متر من عندها، نعزل متر. بالبداية يبقى عندنا مترين. هذه شوفوا حبايبي، نعزل متر ويبقى عندنا مترين. هاي المترين نعوفها على جهة، يعني نقول 1.10 تقريبا، 1.10 سنتين، يعني 1 وكف. هنا هذا عندي القماش طبقته 4 طبقات. بعد ما طبقناه حبايبي القماش اللي بقى من الوصلة اللي قصيناها، مثل ما قلت لكم قصيت تقريبا 1 وكف. أخذت من قصيتها، أخذت طوالة. وبعدين راح أبدي أقيس هذه. هنا شوفوا حبايبي، ما أقيس منه، أقيس من طرف التطوالة، وما أخلي التطوالة فوق القماش، لا أخليها بصفها حتى لا تعطيني قياس أكبر من أجي أخيطها. هنا أخذت 32 إلى 30 حسب القياس اللي عندكم، يعني هذا القياسات مال محيط الصدر أو الخصر، هذا راجع لكم، وراجع القياسات اللي انتم يطلبوها من عندكم. بعدها حبايبي نسوي ميلان الخصر، ونبدي نخلي المسطرة ونخط بيها هذا الخط المائل للذيال. هذا كبداية، يعني فصال دشداشة عدلة بالبداية، فصال دشداشة عدلة. بعدها حبايب قلبي نبدي نقص، نوخر هذه التطوالة بسم الله، ونقصها بهذا الشكل على الخط اللي خطيناه. راح يطلع عندي كلش مضبوط، وأبد ما نبوط من الجوانب، لأن إحنا أخذناه بالمسطرة خط مائل. وأني أفضل وحدة تقيس بالمسطرة حتى يطلع عندها الخط مضبوط وما يبوط عندها بالجوانب اللي ما عندها مثلا باترون.
هنا شوفوا حبايبي هسه كملنا هذا الفصل. هذه شوف الحفرة مال الأبط شلون كبرت. بعدها حبايب قلبي راح نفصل الظهر عن البدن الأمامي. هنا عندنا البدن الأمامي ظهر كش منسوي له، نجي نقيس 70 إلى 72 سنتيم من التطوالة، مو من ال يعني مو من ال يعني كأنما احنا مخيطين التطوالة، ونخط خط مائل قليل، مائل مو خط عدل فد مرة، يعني نخليه شوية بيه ميلان من يم الجانب بهذا الشكل. واللي صعب عليها تقدر تكويها ويلا تقص. هنا شوفوا حبايبي شوية سويت ميلان بالمسطرة، وراح أبدي أقص هذه اللي أشرت عليها، يعني أفصلها من البدن، من البدن أفصلها بهذا الشكل باعوا، وأقصها أطلع قطعة من البدن هذا الشكل. شوفوا حبايبي كلش سهل. بنات واللي تريد تطعمها أني أفضل التطعيم اللي يعني الدشداشة تصير سادة والتطعيم يصير ملون، أفضل هالشكل يطلع أحلى. شوفوا بنات شلون طلع عندي البدن بهذا الشكل. هذا من الذيال، هذا من الذيال. بعدها بنات نجيب هاي القطعة اللي أخذناها أو اللي قصيناها، وناخذها ونطبق القماش المترة، نطبقه بحيث يضاعف لي هاي القصة، يضاعف لي إياها، طبقتها طبقتين بهذا الشكل. أجيبها حتى أخذ القياس عليها مضبوط، أحطها على الجهة المطبوقة. شوفوا بنات بهذا الشكل. راح أحسب حساب الردان، لأن إحنا بعدنا ما مطلعين الردان. راح أخلي القطعة مال القماش بالطول. هنا شوفوا حبايبي هسه خليتها بالطول، طلعت عندي ضعف، يعني هسه هاي طبقتين وبيها زيادة كف، فكلش كلش مضبوطة. هنا شوفوا حبايبي راح أبدي أخذ هاي. شوفوا هنا أنا أقول لكم هالشكل راح أكسرها. طبعا مرة ما قصيتها بقت عندي هاي الوصلة، أخذتها بالطول لأن كلش كافية مو بالعرض. بقت عندي هاي الوصلة راح أفصلها أردان، أحفر حفرة الأبط، وهذه إذا احتاجيناها للسمكة. وأخذت شبرين يعني تقريبا 40 إلى 42 سنتيم، يعني المفروض يصير عندي ويا التطوالة أو الباف لازم يصير عندي 62 سنتيم. هسه هنا حبايبي نبدي نفصل. ناخذ ايش قد ناخذ 7 سنتيم، ونزال من 15 إلى 16 سنتيم، ونسوي على شكل دائرة. اللي تريدها مربع، اللي تريدها مسبع، اللي تريدها تفاحة، عادي بكيفها ماكو أي إشكال. هنا نقصها ونغلفها أكيد. راح أغلفها بشريط التغليف. بنات شريط التغليف ما يخلي الفتحة مالت الرقبة تهدل، فجدا مهم. هسه بعد ما غلفت الصدر أجي أخذ هذه الوصلة اللي خليناها عوضناها، وأكسرها بهذا الشكل. شوفوا حبايبي كسرات منتظمة، واللي تريد كسرات ناعمة عادي ماكو أي إشكال بكيفها بهذا الشكل. تشوفون سويت كسرات كلش هواية وكبار، وهمين بقى من عنده، لأن أنا مثل ما قلت لكم أخذت ضعف القياس اللي أخذناه للكسرات. طبعا لازم نعوضها بقياس أكبر بهذا الشكل. نسوي الكسرات، نحاول كسراتنا تكون مرتبة وبنفس المستوى أو نفس القياس. هسه كملتها. هنا شوفوا حبايبي تطلع عندي بهذا الشكل. أجيب البدن. منين راح أبدي من وسط البدن.
يعني المكان اللي قصينا من عنده ابدي من وسطها. بنات اللي تريد تشوف بها صعوبة هاي القصة، هاي الحرف ال اعتقد تقدر القصة تكملها للنهاية، يعني حتى يعني توصلها لحفرة الصدر، ماكو اشكال. لان احنا اول والتالي راح نخيطها، واول والتالي راح نخلي لها دانتيل، فما راح تبين. اللي تخاف تبوط عتها هاي، طبعا هاي زيادة راح اقصها، راح استفاد من عتها اكيد. هنا حبايبي جاي اخيط الزاوية الثانية مالت التطعيمة نقول، حتى يكون واضح الكسرات. اخذ الزاوية الثانية وهمين اخيطها ويكمل عندنا الموديل. شفتوا بنات كلش سهل، يعني ما تتوقعون ايش قد سهل. وقلت لكم اللي تشوف صعوبة بهاي المربعة او المستطيلة تقدر تقصها للنهاية، يعني تفصل البدن قطعتين وتخلي الكركش بعدين ترجعها، فما راح يصير عندها يعني تخاف يصير مثلا يبوط او يطلع ما مرتب. فعندك حالتين، اما تقصينه للنهاية او تقصين نفس ما اني قصيت، وراح تشوفون ابد ما بوطت. هنا هسه ناخذ الدانتيل ونبدي اول مرة نخيط الخط الصفح. نخيط الخط الصفح بهذا الشكل، ما طبعا بدون لاصق. هذا شوفوا حبايبي. هسه اجي على الخط اللي راح اوصله للرقبة، اطبق الطرف مالته واخيط على الكوي اللي اني بالبداية كويته. هنا اخلي مسافة شوية قليلة عن الحفرة مالت الصدر، وارجع مرة ثانية. بنات نصيحة اللي تخيط هيك موديلات لا تسحب لا الدانتيل ولا القماش حتى لا يبوط عدها. اجي هسه هنا حبايبي اخذ الدانتيل اسوي الحفرة او الدوران مال حفرة الصدر. شوفوا حبايبي، طبعا هنا أنا جاي اشتغل بالبطيء. بنات اكو دقمة بيها بالوجه ادوسها تفتر بالبطيء، يعني اذا شغلة مثلا دوران او حفرة يعني شغلة بسيطة ما تردين ماكينة تدوس سرعة. شوفوا جاي ادوس بالجهة هذه اللي بيها الدقمة حتى اخليها تشتغل بالبطيء. هسه ارجع اخيطها مرة ثانية واخيطها مرة ثالثة على الطرف، لان تعرفون هذا ما يتقوس، فلازم نخيطه 3 دروب حتى يترتب عندنا. شوفوا حبايبي هسه اجي للردن، هاي الحفرة مالت الردن وهذا الباف. باع الفرق بين المسافة مالت الباف ومالت الردن. راح اقص الباف على شكل مائل، يعني ازغرها من يم الكف وبقيها عريضة من يم الذراع. شوفوا هذه نزغرها حتى نقدر نخلي اللاستيك وما تعبعب باللبس، يعني متخيطيها. شوفوا بهذا الشكل، لان هن الاثنين راح يلمن ويصيرن بهن كسرات، بس اذا تعوفينها مسطرة عدلة راح تبوط او تهدل عندك من باللبس. هسه هنا بنات راح اخلي الردن اخيط لها هذه الكسرات. الجهة العريضة نخليها للذراع، والجهة الصغيرة نخليها للكف لللاستيك. هنا شوفوا حبايبي بهذا الشكل. هسه نجيب الدانتيل ونخيطه بهذا الشكل. حبايبي ان شاء الله عجبكم هذا الموديل ونال رضاكم، وهذا الرقم الموجود بالشاشة الحجز، اللوازم، الباترونات، القماش، الخياط، وعندي توصيل لكل المحافظات. ما عليكم الا تتصلون، موجود بواتساب وتجيكم طلبكم لحد باب البيت. وهاي اللاستيكة راح نخليها بهذا الشكل. طبعا ما جاي اخيط على اللاستيك، جاي اخيط بصف اللاستيك. حبايب قلبي ولهنا ينتهي الفيديو، وإن شاء الله عجبكم الموديل ونال رضاكم، ومع ألف سلامة.